تخيل معايا تكون أضعف واحد في المدرسة وبسبب ضعفك الكل بيتنمروا عليك وفاكرين إن أنت فاشل ملكش لازمة، بس اللي ما يعرفوش إنك بتملك مهارة أسطورية بتخليك تكسب قوة أي حد بتغلبه. القصة دي جامدة وفيها شغل فاخر من الآخر يا صاحبي، فعاوزك تجيب حاجة حلوة زي كده وحش الشاشة وتعالى كمل معايا الحكاية علشان تستمتع في النهاية. ويلا بينا نبدأ. بتبدأ حكايتنا مع تشينج اللي بيصحى في الفصل وبيلاقي الكل بيحفلوا عليه، فعلى عكس كل اللي موجودين في المدرسة قوة تشينج الجسدية هي الأضعف ما بينهم. وفوق كل ده هو كان بيضيع وقت الحصة كلها في النوم، بيقول له المدرس إن هو لو فضل على الحال ده مش هيعرف حتى إن هو يشتغل شحات. المهم بيقعد معاه صاحبه ليو بعد الحصة وبيسأله إذا حلم نفس الحلم برضه، وبنعرف إن تشينج بيحلم كل يوم أحلام غريبة، والمشكلة إن كل مرة بيصحى من الأحلام دي بيلاقي إن قوته بتقل وتركيزه بيبقى في النازل. ليو بيقول له إن مفيش داعي يروح يتعب نفسه، فباين إن مش مقدر ليه إن هو يكون بطل خارق. بعدها بيطلب منه ليو يجي معاه علشان يلعبوا، بس تشينج بيقول له إن هو هيرجع البيت علشان يتمرن. وفي الطريق لبيته بيكون تشينج متضايق من الوضع، فهذا رغم إن هو دخل في جسد جديد في عالم موازي، لكنه ما كانش متخيل إن الجسد اللي هيحصل عليه هيكون ضعيف بالشكل ده. المهم لما بيرجع تشينج للبيت بيستقبلوا أبوه وأمه اللي شكلهم بيتعبوا علشانه، فمن باب الشفقة بيطلب تشينج من أبوه إن هو يستريح علشان هو أرهق نفسه في الشغل، بس الأب الطيب بيقول له إن ده ولا حاجة في ده مساعدته ليهم. بعدها بيروح الأب يطلع لتشينج الأزايز دي واللي بتقدر إن هي ترفع من مستوى الصحة بشكل كويس جدا. تشينج بيكون حاسس بالعجز من الوضع اللي هو فيه، فعلى الرغم إن هو حصل على الأهل اللي بيعملوا كل حاجة علشانه لكنه عاجز عن رد الجميل ليهم. المهم بيروح تشينج الغرفة بتاعته علشان يبدأ يتدرب، وعلى الرغم إن الواد كان بيبذل كل جهده لكن مع الأسف التدريبات مش بتأثر معاه خالص. وبنعرف إن من 200 سنة فاتوا العالم حصلت فيه ظاهرة غريبة واللي أجبرت العالم إن هو يتعامل مع وحوش مرعبة بتهدد البشرية، وده خلى كل هدفهم الوحيد هو رفع قوتهم للتعامل مع الوحوش المرعبة دي بأي شكل. وعلشان كده تشينج بيتدرب بكل قوته، فكل ما كنت أقوى في العالم ده هيرتفع شأنك وهيحترمك الكل. بس المشكلة إن الجسد اللي مع تشينج ضعيف جدا وبالعافية هو قادر إن هو يسند طوله، فبيروح الواد يجهز نفسه علشان يكمل تدريبه، بس فجأة الواد بيغمى عليه من كتر التعب، ولما بيصحى بيلاقي الواد نفسه في المكان الغريب ده وعلى طول بيهجم الوحش ده عليه. بس تشينج بيقدر ان هو يكسر دماغه، فبيفتكر تشينج ان المعركة خلصت، بس المفاجأة ان في زومبي تاني بيهجم عليه من ورا ظهره، وخلاص بيكون الزومبي ده على وشك ان هو يموته. بس فجأة بتدخل المادة الغريبة دي في جسم تشينج وبتبدأ ذكريات كتيرة ان هي تدخل في راسه، واللي بتكون ذكريات الزومبي اللي لسه قاتله من شوية. بس الاغرب من كده ان تشينج بيحس ان قوته زادت بشكل كبير جدا. الوحش ساعتها بيكون قرب ان هو يهجم عليه، بس تشينج بيقدر ان هو يخلص عليه في ثواني. اللي حصل ده بيفاجئ تشينج جدا لان حتى هو ما كانش يعرف انه بالقوه دي. ساعتها الماده بتبدا تدخل في جسمه تاني، والمره دي بياخد ذكريات الزومبي اللي لسه مخلص عليه من شويه، فبيفهم تشينج ان هو يقدر ياخد قوه وخبره الوحوش اللي بيخلص عليهم. وعلى الرغم ان دي حاجه جامده جدا بس تشينج مش بيهتم باللي حصل، ففي الاخر كل ده حلم واللي بيكسبه هنا ملوش لازمه. فبيروح تشينج عشان يكمل البحث بتاعه، بس بيتفاجئ ان هو رجع للعالم الحقيقي، وده بعد ما صحي من صوت اخته لو، فبتنادي البت على تشينج علشان يروح ياكلوا. وبنعرف ان في الماضي لو كانت كل حاجه بالنسبه ليه لما كانوا صغيرين، بس لما اكتشفت لو قدراتها المميزه ما بقوش زي الاول لحد ما بقوا بيشوفوا بعض كل فين وفين. المهم بيروح الواد علشان يغير هدومه ولكنه بيتفاجئ بفورمه الساحل في المرايه، وده بيخلي تشينج يستغرب جدا وبيروح علشان يجرب التقنيات بتاعته، بس بيتفاجئ انه بقى اقوى واسرع من قبل. بيروح بعدها تشينج علشان ياكل، والواد حرفيا كان شغال زلط لحد ما خلص خزين الشهر كله. الاب بيكون مبسوط من نمو تشينج السريع وبيوعده ان هو يدور على مقويات علشان يرفع من قوته، فبيفكر تشينج في الوضع بتاعه، فعلى الرغم ان هو نام نص ساعه بس لكنه حاسس ان هو بقى قوي جدا، فبيقرر ان هو يروح علشان يقيس مستوى قوته ويشوف هو وصل لحد فين دلوقتي. بيجي الليل وبيروح تشينج عند اقرب جيم عنده، وبنعرف ان في 4 مستويات للمقاتلين العاديين واللي بيكونوا من 1 ل4، وكل ما كان مستواك اكبر كل ما كانت الموارد بتاعتك كتيره جدا. المهم بيدخل تشينج لمكان الجيم، وهناك بتستقبله السكرتيره دي اللي بتعرفه بمكان جهاز القياس عندهم. المهم بيروح تشينج هناك وبيبدا ان هو يقيس مستوى الصحه بتاعته، بس بيتفاجئ ان صحته وصلت ل9 من 10. اللي حصل ده بيكون معجزه بالنسبه لتشينج، فمن ساعه بالظبط كان مستوى صحته 7 من 10، وده بيخلي الواد يتكيف من الوضع وبيروح علشان يقيس قوته. فبيبدأ تشينج إن هو يستجمع قوته والمعرفة اللي جمعها، وبيروح مسدد ضربة قوية جدا واللي من قوتها
واحدة بتجيب له 113 نقطة. الواد مش بيكون مستوعب اللي بيشوفه، فحرفيا قوته الجسدية زادت أكتر من الضعف، وده بيخلي تشينج يتحمس على الآخر. فلو ساعة نوم واحدة رفعت من قوته بالشكل ده، فتخيل هيوصل لفين لو نام شهر ولا حاجة. بس لما بيحاول ينام بيبقى زيك يوم امتحان الفاينل وعينيه بتبقى هتطلع من راسه، فبيقرر تشينج ان هو يروح يتدرب لحد ما يتعب ويروح في النوم. المهم بيبدأ الواد ان هو ينفذ التقنيات المعتادة بتاعته، بس بيتفاجئ ان ذكريات المحارب اللي خدها بتبدأ ترشده، فبيبدأ تشينج ان هو ينفذ الحركات اللي بيشوفها، وبيتفاجئ ان قوته زادت بشكل ساحق لحد ما فجأة بيوقع تشينج من كتر الجوع. فبيروح تشينج علشان يلاقي حاجة ياكلها، بس بيفتكر ان الاكل اللي بياكله مبقاش يكفي احتياجاته دلوقتي، ومع الاسف العناصر اللي محتاجها لتغذية جسمه غالية جدا. ساعتها تشينج بيفتكر حاجة مهمة جدا، فالمدرسة اللي هو فيها بتدي منحات خاصة للطلاب المميزين، وده بيخليه يقرر ان هو يظهر قدراته علشان ياخد الدعم اللي هو محتاجه. في اليوم اللي بعده بيكون المدرب تشين جامع الطلاب بتوع المدرسة علشان يديهم درس الفنون القتالية، وفي الحصة بيكون ليو بيكلم تشينج عن المدرب ده. فعلى حسب اللي سمعه المدرب ده كان خدم في الجيش وحتى حارب وحوش خطيرة، فممكن يتعلموا منه تقنيات حلوة. بس تشينج لما بيشوفه بيلاقي ان مهاراته مش مبهرة خالص، فبالمقارنة بالمهارات اللي اتعلمها في حلمه الحاجات دي تعتبر تعبانة على الاخر. المهم بيخلص المدرب الشرح بتاعه وبيطلب من واحد من الطلاب ان هو يجي علشان يعمل الشرح العملي، واللي باين ان هو دلوعة المدرسة كلها. المهم بيبدأ القتال بين الاتنين، وتشينج بيكون محبط من الوضع، فهو لو دخل دلوقتي هيروح بطوله ويعجن المدرب والواد ابو قصه مع بعض. المهم بعد ما بيخلصوا بيدي المدرب شويه نصايح للواد، وده علشان يحسن من مهاراته. بس الواد بيكون بيبص للمدرب بتاعه بازدراء، فبسبب عائلته الغنيه الواد شايف نفسه على الاخر، وباين انه مش هيهدى غير لما يتمسح بيه البلاط. المهم بينادي المدرب على اي حد علشان يواجهه، بس الكل بيخاف لا يتعكش قدام الفصل، وده بيخلي المدرب يتضايق من الوضع. فاغلب الطلاب مستواهم متوسط وجبناء جدا، بالذات لما يكون المنافس بتاعهم هو مين ابو قصه، وده مأثر على مستوى الطلاب بشكل كبير جدا. الراجل ساعتها بيكون حس باليأس وخلاص هيلغي الموضوع، بس بيتفاجئ بنظرات شينج القاتلة. المدرب بيكون مصدوم من النظرات دي، فمحدش يقدر يوصل للمستوى ده من التركيز غير بعد تدريب شاق جدا، وده بيخلي المدرب يختار تشينج في المنافسة الودية. ليو بيكون بيحاول يقول للمدرب ان تشينج هو اضعف شخص في الفصل، بس تشينج بيقول له ان هو هيعرف يتعامل مع الوضع. المهم بيقف المتنافسين قدام بعض وبيستعدوا للمنافسة، وكي اي عادة خنزير متعالي بيفضل مينج حقر في تشينج شويه حلوين كده، بس بطلنا ولا بيهمه وبيقول له يبدا المعركه، وعلى طول بيروح مينج يهجم على تشينج بسرعه مرعبه جدا، وده بيخلي الكل يفتكر ان المعركه خلصت بفوزه. بس تشينج بيتفادى الهجمه وبيدي الجحش ده واحده بيسفلت بيه بلاط الملعب. الكل بيكونوا مصدومين من قوه تشينج المرعبه، فبضربه واحده قدر يغلب اقوى محارب في الفصل. المهم بعد ما بيلحقوا النغه قبل ما يضيع مستقبله بيروح تشينج عند المدرب وبيعتذر عن اللي حصل، بس المدرب بيقول له انه مش محتاج يقول كده لان هو اللي امره. بعدها بيطلب من تشينج ان هو يجي المكتب علشان يكلمه. اللي حصل ده بيخلي الكل يتساءلوا في صمت عن مصير صاحبهم اضعف وحش في المدرسه. المهم بيوصل الاتنين لمكتب المدرب واللي بيكون في شجره قديمه كده. تشينج بيقول له انا ما كنتش اعرف ان انت بتحب الحاجات دي، فبيقول له المدرب ولا انا كنت اعرف ان انت بتحب الحاجات دي برضه، ازاي تاخد مكملات وبروتين في المدرسه عندي. الواد بيهنج من كلامه، بروتين ايه يا معالي الكابتن، هو انا لاقي اكل؟ الكابتن مش بيكون مقتنع بكلامه وبيطلب من تشينج يروح يقيس مستوى حيويته وقوته دلوقتي. الواد بيتردد شويه لكنه بيقرر يشوف هو وصل لحد فين دلوقتي. المهم بيروح تشينج عشان يقيس صحته وبيتفاجئ ان هو وصل لواحد ونص. المدرب بيتصدم من الكلام ده لان تشينج دلوقتي بقى في مستوى مقاتل من الدرجه الاولى، بس ده غريب لان تشينج وصل للمستوى الخرافي ده وهو عنده 18 سنه بس. الراجل بيكون لسه هيفوق من الصدمه الا وبيلاقي تشينج كسر جهاز القياس ومعاه الشجره بتاعته، واثناء بكائه على حته الزرعه بتاعته اللي اتفشخت بيتيقن المدرب ان تشينج موهبه لازم يتم رعايتها في المستقبل. المهم بيسال المدرب تشينج عن اخر مره قاس فيها قوته، فبيقول له تشينج ان حيوته كانت 8 من 10 من اسبوعين تقريبا. الراجل بيكون بوزه شبرين من كتر الصدمه، فحتى المنشطات ما تقدرش ترفع من قوه الواحد بالشكل الغشيم ده. فبيسال المدرب الواد عن عيلته او المدرب الفشيخ اللي بيدربه، بس الواد بيصدمه وبيقول له ان على الله حكايته بالعافيه لا ياكل هو وعيلته. المدرب
المدرب بيكون مش مستوعب الوضع اللي هو فيه، فنظريا مستحيل حد يقدر يرفع قوته من غير موارد كتيرة جدا. فحتى محارب موهوب زيه اتعامل معاه جلاشة أول لما شاف وحش واحد، وحرفيا ما كانش هيكون هنا لولا المحاربين الأقوياء اللي كانوا معاه، وأغلبهم كان من عائلات غنية فشخ. فهو ما كانش متوقع إن شاب ضعيف وفقير زي تشينج هينضم للوحوش المرعبة دي. وعلى طول بيقول لتشينج إن هو هيضمن ليه منحة دراسية متكاملة ومعاه تدريس أفضل مدرسين في المدرسة مجانا. بس تشينج بيقول له إن هو مش محتاج غير حاجتين من المدرسة، أولهم الفلوس علشان يجيب الحاجات اللي محتاجها، وتاني حاجة إن هو ما يروحش المدرسة أصلا عشان يوفر وقت في التدريب ورفع قوته. المدرب بيقول له إن هو هيكلم الإدارة في الكلام ده، وعبال ما يرجع بالموافقة بتاعته هو هيسيب معاه البطاقة دي علشان يجيب الحاجات اللي هو محتاجها. ولما بيشوف تشينج البطاقة دي بيتفاجئ جدا، لأن البطاقة دي فيها على الأقل 100,000 دولار. فبيشكر تشينج المدرب وبيوعده إن هو مش هيخذله أبدا. وبعد ما بيمشي بينبسط المدرب من الوضع، فلو عرف يرفع من قوة تشينج هيكون رائع العبقري الخاص بالمدينة، وبالموهبة دي ممكن يكون الشخص القادر على دخول المكان اللي محدش عرف يدخله قبل كده. في الوقت ده بيكون تشينج رايح علشان يشتري العناصر اللي محتاجها، فبيفكر في الوضع السيء اللي هو فيه. لكن لوقت طويل كانت أخته الشخص اللي بيسحبه معاه على طريق القمة، ولكن بسبب ضعفه كان عاجز عن مجاراتها، وده خلاه يغرق في وهم الراحة وأصحابه علشان ينسى ضعفه. حرفيا حياته كانت أشبه بحوض سمك كبير. هو باين إن هو كبير ومليان جدا من بره، بس لما تعيش جواه هتعرف إن مفيهوش حاجة غير المية. لكن دلوقتي الوضع اتغير، فتشينج دلوقتي بقى قادر يخرج من الحدود اللعينة دي أخيرا، ودلوقتي هيعرف يوصل للقمة اللي يستحقها. بعدها بيكمل تشينج تدريبه في عالم الحلم، وبيقدر إن هو يرفع من قوته بشكل كبير جدا. فبيلاقي تشينج إن هو قرب من القاعدة العسكرية اللي بيشوفها في ذكريات الزومبي، ومعاها بيلاقي عدد الوحوش بيزيد أكتر. بس تشينج بيقدر إن هو يخلص عليهم بكل سهولة لحد ما بيوصل لمكان المعسكر، واللي كان داخل مدينة مهيبة ومتطورة جدا. فبيحس تشينج بالفضول وبيروح علشان يشوف المدينة دي من قرب، واللي لما بيقرب منها بيحس إن الموضوع قلب أتاك في نفسه. اشترك في القناة دلوقتي علشان ما يطلعلكش من تحت السرير. بيكمل تشينج طريقه لحد ما بيوصل للشرخ العملاق ده في الجدار، وده بيخلي تشينج يتصدم من الوضع، لأن الجدار باين عليه إن هو قوي ومصنوع بتكنولوجيا متقدمة جدا. وده بيخلي تشينج يقرر إن هو يكمل استكشاف في المدينة. بس فجأة بيحس بهالة أكل مرعبة جاية من المركز، فبيترعب تشينج جدا وبيقرر إن هو ما يروحش المنطقة دي دلوقتي. بيروح بعدها تشينج عشان يكمل في قتل الوحوش اللي في المنطقة لحد ما بيوصل لمكان الشقة دي. فبيبدأ تشينج إن هو يفحصها، وبيلاقي إن كل حاجة فيها سليمة، بس مفيش جثث في البيت خالص، لحد ما بيلاقي الجهاز ده قدامه. فبيروح علشان يشوفه، وفجأة بيتفعل الجهاز ده وبتخرج منه المزة اللي شبه مايا خليفة دي. بس الغريبة إن المزة كانت بتتكلم بنفس لغة تشينج في العالم بتاعه. الواد بيتصدم في الأول بس بيتمالك أعصابه، بيقول أكيد دي عندها جهاز ترجمة كويس ولا حاجة. المهم بتبدأ المزة إنها تعرف عن نفسها، وبيكون اسمها آي، واللي جاية من آي. ربنا الكاتب مبدع في اختيار الأسماء بتاعته. المهم بيسأل الواد مايا عن المعلومات بتاعت المكان اللي هما فيه، فبتبدأ مايا إن هي تتصل بالشبكة، وبتبدأ إن هي تعرض عليه كل المعلومات المتاحة. فبيتفاجئ تشينج من المعلومات الكتيرة اللي قدامه، واللي أهمها إن العالم ده كان فيه محاربين وصلوا للدرجة العاشرة في الفنون القتالية. بس حتى مع محاربين بالقوة دي المدينة ما قدرتش تقف قدام الوحوش المرعبة اللي كانت في طريقهم، وفي النهاية انقرض سكان العالم بشكل بائس. وكأمل أخير بعتوا سفينة خارج الكوكب علشان يدوروا على أي مكان صالح للحياة، بس مع الأسف محدش فيهم قدر ينجح في الحاجة دي. فبيبدأ تشينج يدور في التاريخ العالم ده علشان يشوف سبب خسارتهم، ولكن وسط البحث بتاعه بيتفاجئ إن كل المعلومات اللي قدامه بتنطبق على العالم بتاعه. تشينج ساعتها بيدرك الحقيقة، هو ما راحش العالم موازي الوحوش فيه دمرته، وإنما هو سافر للمستقبل المظلم بتاع عالمه. تشينج ساعتها بيدرك الحقيقة، هو ما راحش العالم موازي الوحوش دمرته، هو سافر للمستقبل بتاع العالم بتاعه، المستقبل اللي تم تدمير فيه كل شيء وتم محو البشرية بالكامل. بس تشينج بيفضل يكدب في نفسه وبيقول إن ده ممكن يكون بعد موازي ولا حاجة. فبيبدأ تشينج إن هو يدور على المعلومات بتاعته في العالم ده، وتفاجئ إن هي مسجلة فعلا. بس الغريبة إن البيانات بتظهر إن هو مات وهو صغير، وكمان كان من عامة الشعب. فبيطلب تشينج من مايا إن هي تديله تفاصيل أكتر عن حياته، بس مايا بتقول له إن ده مش هينفع بسبب إن هو ما عندوش أي صلاحيات. وفجأة بتتفاعل البيانات كلها باللون الأحمر، وبتظهر كل المعلومات الخاصة بتشينج قدامه. فبيلاقي تشينج إن تاريخه اتغير وبقى ملازم أول في الجيش. الكلام ده
وده بيفاجئ تشينج جدا لان كده مستقبله اتغير لمجرد ان هو فكر في رفع قوته. معنى كده ان هو يقدر يتحكم في مستقبله ويوصل لافضل نتيجه ممكنه. فدلوقتي هو ما بقاش حلمه ان هو يبقى محارب عادي، فدلوقتي هو طموحه بقى اكبر. هو دلوقتي بقى طموحه ان هو يكون الاقوى بين الجميع. في اليوم اللي بعده بيكون تشينج قاعد في البيت بتاعه علشان يتدرب، فبتستغرب له من الوضع. فمن كام يوم اخوها كان عيل هيتيا اي حد يعرف يطبقه، لكن دلوقتي الهاله بتاعته بس قادره ان هي تشيل محارب في مكانه. ساعتها بيتصل المدرب على تشينج وبيساله هو ما حضرش ليه في المدرسه النهارده. تشينج بيقول له انه مش هيقدر يشرح له دلوقتي، بس هم مع الاسف ما بقاش عندهم وقت، عشان كده هو لازم يرفع من قوته قبل ما يخسروا الفرصه بتاعتهم. بيروح بعدها تشينج المايا وبيطلب منها تدور ليه على شويه مهارات مناسبه لمستواه الحالي. فبتبدا مايا انها تدور في البيانات بتاعتها عن افضل مهارات لتشينج، وبتبدا تظهر له الثلاث مهارات من عندها. فبيبص تشينج عن المهارات دي وبيلاقي ان كل مهاره فيهم بتركز على جزء خاص من المحارب. وعلى الرغم ان التقنيات دي كلها بتستخدم للمبتدئين فقط، لكن كل واحده فيهم في المستوى ال11، وده اعلى من اعلى تقنيه في العالم بتاعه واللي في المستوى التاسع بس. فبيفهم تشينج ان الناس اللي عملوا التقنيات دي حاولوا يخلوها للجيل اللي وراهم، بس مع الاسف العالم اتدمر ومحدش عارف يتعلم التقنيات دي. فبيبدا تشينج ان هو يتدرب على المهارات الثلاثه بالترتيب علشان يرفع من قوته، ومع كل تقنيه بيتعلمها قوته ومهاراته الجسديه بتزيد بشكل خرافي. وده بيخلي تشينج ينبهر من المهارات دي، لان بالمقارنه بالتقنيات اللي كان بيتعلمها في عالمه، التقنيات دي حتى اقوى المحاربين في عالمه ما يعرفوش يقفوا قدامها. فبيكمل تشينج تعلم في التقنيات بتاعته لحد ما بيفضل قدامه اخر تقنيه واللي بتكون مهاره عقليه. فبيبدا تشينج ان هو يحاول يتعلمها، وهنا بيلاقي نفسه دخل في الوعي الفكري بتاعه. فعلى عكس الجسد اللي بينمو عن طريق التدريب، الوعي والقدرات السحريه بتنمو عن طريق الوعي الفكري. فكل ما زاد الوعي الخاص بالمحارب، قدرته الفكريه زي التركيز والتحمل العقلي هتزيد برضه. بس علشان دي اول مره ليه، تشينج مش بيكون عارف يتعلم المهاره دي خالص. ولما بيصحى من الحلم بيتفاجئ تشينج ان هو مرهق على الاخر، وفوق كل ده جسمه متوسخ جدا. فبيتبسط تشينج من اللي حصل، لان اللي خرجت دي هي السموم المتراكمه في جسمه، ودلوقتي بعد ما خرجت هيكون اقوى بكتير. فبيروح تشينج علشان يشرب المشروبات بتاعته، وهنا بيفتكر ان النظام فيه تركيبات كتيره جدا لرفع القوه، وبيقرر ان هو يشوف واحده منها علشان يستخدمها دلوقتي. بيروح بعدها تشينج عند المدرب اللي بيديله البطاقه بتاعته اللي فيها الفلوس والحاجات اللي هتساعده، وبيطلب من تشينج ان هو يجي عنده المدرسه مره في الاسبوع علشان هو برضه لسه طالب. فبيشكر تشينج عن اللي عمله وبيروح علشان يمشي. وفي الطريق بيفكر تشينج هيعمل ايه في الفلوس اللي معاه دلوقتي. فهو حاليا مع وصفتين اخدهم من مايا، وعلى الرغم ان الموارد اللي هو محتاجها موجوده، لكن مشكلته دلوقتي في المعدات اللي هيستخدمها لعمل الحاجات دي. فبيقرر ان هو يدور على مختبر كيميائي علشان يعرف يشتغل، بس كل ما يروح عند حد بيروح يطرده من المحل. ففي النهايه ده حته عيل عنده 18 سنه هيعمل ايه في المختبر مثلا. تشينجي ساعتها بيكون وصل لمرحله الياس، وبيقرر ان هو يتنازل عن فكره الاكسيد دلوقتي. بس في طريقه بيلاقي المختبر المهجور ده، فبيقرر تشينج ان هو يروح يشوف حظه هناك المره دي. المهم بيروح تشينج هناك وبيلاقي الواد الحمار ده قدامه، فبيحاول تشينج ان هو يكلمه، بس الواد الحمار بيكون لازق في التليفون بتاعه، وده بيخلي تشينج يستخدم طريقته الخاصه علشان يتفاهم مع الحيوان ده. الواد بيجيب ورا من تشينج وبيساله هو عاوز منه ايه. فبيقول لتشينج ان هو عاوز المعمل بتاعه لمده ساعه وهيظبطه في الفلوس. الواد بيوافق على طول من غير تفكير وبيسيب له المعمل عشان يبدا الشغل. فبيروح تشينج بعدها يبدا في تجهيز المكونات بتاعته لحد ما بيقدر ان هو يعمل الجرعه اللي هو عاوزها من اول محاوله. وعلى طول بيروح تشينج علشان يجرب النتيجه بتاعته، بس الغريبه ان مفيش اي حاجه بتحصل لحد ما فجاه بيقع تشينج على الارض وبيتلوى من كتر الالم. بس لما بينتهي كل شيء بيحس الواد ان هو حرفيا اتولد من جديد. تشينج بينبهر جدا من النتيجه اللي حصل عليها، لان الجرعه دي ما رفعتش من قوته ومهاراته بس، دي كمان زادت من ذكائه وسرعه بديهته بشكل كبير جدا. فبيروح الواد علشان يكمل صنع الحاجات بتاعته، الا وبيتفاجئ الواد بيجري عليه وبيطلب منه يهرب بسرعه، وده لان المديره بتاعه المكان قربت توصل على المعمل، واللي بتكون المزه دي اللي بيكون اسمها هو. المهم هو بتوصل للمعمل بتاعها وبتكون متضايقه جدا، فبسبب المنافسه الشديده في مجال الجرعات اتخرب بيتها وبيت عائلتها بسبب عدم قدرتهم على مجاراة السوق. عشان كده هي بتدور على جرعه جديده ترجع بيها مجد عائلتها من تاني. فبتكمل طريقها لحد ما بتوصل للمعمل الرئيسي بتاعها، وهناك بتلاقي الواد الحمار مستنيها عند الباب. وسط ما السمباوي ده سرحان في خياله بتصحيه هو وبتسأله عن الحيوان اللي دخل المعمل بتاعها. الواد بيعمل نفسه عبيط وبيقول لها ان هو ما يعرفش حاجه، وبتقول له ان هو لازم ياخد بعضه ويمشي علشان هي مش ناقصه قرف. المهم بتروح هو علشان تنظف المعمل بعد ما باظ، ولكنها بتلاقي بقايا العناصر اللي كان بيشتغل عليها تشينج، وده بيخليها تستغرب جدا. فاغلب العناصر دي عناصر عاديه
عادية ومستحيل تعمل جرعات حلوة خالص، لحد ما بتلاقي بقايا الجرعة الأخيرة بتاعت تشينج، فبتروح البت علشان تجربها، وهنا بتتفاجئ بجودتها المرعبة. الواد الحمار ساعتها بيكون هيروح بيته بعد ما خسر شغله والمزة بتاعته، بس بيتفاجئ إن هو عمالة بتنادي عليه، فبيفتكر الحمار إن هي جت علشان اشتقت ليه وبتاع. بس البت بتقعد ترجه زي الكنزاية، بتقول له هو فين الكيميائي اللي دخل المختبر بتاعي دلوقتي، وعلى طول الواد بيديلها رقم تشينج علشان تكلمه. هو ساعتها بتفكر في الوضع، التركيبة اللي شافتها من شوية تأثيراتها أفضل حتى من الموجودة في السوق ب10 أضعاف، ومع ذلك الموارد المستخدمة في صنع الحاجة دي رخيصة جدا، فلو عرفت توصل للجرعة دي هتقدر تنقذ عائلتها من السقوط. في الوقت ده بيكون تشينج بيكمل تدريبه لحد ما بيقدر يرفع من قوته بشكل مرعب، وده بيخلي تشينج ينبسط من الوضع جدا. فحاليا هو عنده 12 جرعة يقدر يستخدمهم في التدريبات بتاعته، بس بعدها هيكون مضطر يدور على مكان تاني عشان يعمل جرعات زيادة. ساعتها بتيجي مكالمة لتشينج على التليفون، ولما بيروح علشان يرد بيلاقي هي اللي بتتصل وبتطلب منه ان هم يتقابلوا عشان تشوف الوصفة الثورية بتاعته، بس تشينج بيقول لها ان هو مش فاضي وهيكلمها بعد اسبوع من دلوقتي. فبتتعصب البت وبتنادي على مافي المساعد الحمار بتاعها، بتقول له ان هو لازم يدور على تشينج في كل حتة لحد ما يلاقيه، وده بيخلي مافي يستغرب جدا، وبيقول لها ان الشخص اللي هي بتدور عليه هو مجرد طالب، فمفيش داعي ان هي تموت عليه بالشكل الغريب ده. وساعتها بتاخد الصدمة، فهي ما كانتش متخيلة ان الشخص اللي عمل التركيبة الثورية دي هو مجرد طالب عادي في المدينة بتاعتهم. بنرجع بعدها لتشينج اللي بيكون نازل تكسير في الزومبي علشان يرفع من قوته، لحد ما بيقابل زومبي من المستوى الرابع، فبيروح تشينج علشان يموته، لكنه بيتفاجئ بفرق القوة الهائل اللي ما بينه وما بين الزومبي، فبيهجم الزومبي على تشينج بكل قوته، لكن تشينج بيعرف يغفله وبيخلص عليه. تشينج ساعتها بيكون متضايق جدا، فعلى الرغم ان كل انتصار بيمر بيه بيرفع من قوته، لكن في المقابل بيخليه يعرف قد المسؤولية اللي هو فيها دلوقتي. فكل شخص بيكسب قوته ومهاراته بيكسب معاها رغبته في الانتقام لعالمه المدمر. الموضوع دلوقتي ما بقاش لعبة ووحوش مجرد وسيلة لرفع قوته، الموضوع ده بقى إرث ودين بياخده علشان يسدده لكل اللي ماتوا في المستقبل المظلم ده وينتقم ليهم. وعلى طول بيروح تشينج علشان يكمل في قتل الوحوش ويرفع من قوته أكتر. في اليوم اللي بعده بيروح تشينج على النادي علشان يقيس قوته دلوقتي، بس على عكس آخر مرة السكرتيرة بتفضل تعاكس فيه علشان هو بقى مز وبتاع، بس الواد بيتجاهل الموضوع ده وبيروح علشان يقيس قوته. المهم بيبدأ تشينج يشوف الحيوية بتاعته وبيتفاجئ ان هي وصلت ل 15 ونص تقريبا، وده بيخلي تشينج يتصدم جدا لان حتى الصعود المرعب ده الاثرياء اللي في العالم بتاعه ما يقدروش يحققوه، فلو استمر على المستوى ده هيبقى اقوى مما يتصور. بيروح بعدها تشينج علشان يقيس مستوى القوة بتاعته وبيلاقي ان هي وصلت ل 3000 نقطة، وعلى الرغم ان ده رقم فاجر بس تشينج مش بيكون راضي على المستوى ده، وبيقرر ان هو يجهز اقوى هجمة عنده علشان يشوف قوته وصلت لحد فين دلوقتي. بعد ما بيخلص بتسأله السكرتيرة هو عمل ايه، فبيقول لها تشينج ان هو عمل انجاز كبير جدا بس هيحتاج يتدرب اكتر عشان يوصل للي هو عاوزه. ساعتها بتوصل بنت صاحبة الجيم واخوها الصغير واللي بيكون اسمها شوانغ. المهم شوانغ بتسأل السكرتيرة عن سبب اهتمامها بالشاب اللي كان معاهم من شوية، فبتقول لها السكرتيرة ان هي كانت بس مستغربة من الوضع، فدي تاني مرة تشينج يقيس فيها قوته الاسبوع ده. اخو شوانج بيقول لها ان ده مش مهم، فبغض النظر عن عدد المرات اللي هو بيقيس فيها قوته ده مش هيغير حقيقة ان هو شخص ضعيف ومش هيعرف يخرج من الدائرة دي. شوانج بتكون محبطة من كلامه، فعلى الرغم ان دي الحقيقة لكن التصرفات دي هتخلي اخوها شخص مغرور وهيبقى ضعيف في النهاية، فبتروح البت تكسر دماغه علشان تخليه يتكلم عدل ويبطل يتكلم مع الناس بالشكل ده. المهم بعد ما بيعتذر ليها اخوها بيطلب منها يشوف الاحصاءات الاخيرة بتاعة تشينج، وده علشان يشوف هو وصل لحد فين ويحاول يكون زيه او احسن منه. وعلى الرغم ان شوانج ما كانتش عاوزة تعمل كده لكنها بتوافق علشان يروحوا لمكان التدريب بتاعهم، بس لما بتشوف النتيجة بتاعة تشينج بتتصدم على الاخر. اخو شوانج بيتشل من اللي شافه وبيسأل السكرتيرة اذا الجهاز بتاعهم كان بايظ ولا حاجة. السكرتيرة بتقول له ان الجهاز معمول له صيانة من كام يوم ومستحيل النتيجة تكون غلط، وده بيخلي شوانج تطلب منها تجيب كل المعلومات بتاعة تشينج عندها في اسرع وقت ممكن. في الوقت ده بيكون تشينج وصل لجمعية الفنون القتالية، وده عشان يعمل امتحان شهادة مقاتل من المستوى الأول، وهناك بيلاقي عدد كبير من الممتحنين طالعين بيعيطوا، وده لأن الحد الأدنى للاجتياز هو 150 وأقل من كده هيتم الفشل في الاختبار. فبينبسط تشينج من الكلام ده لأن دلوقتي هو يعرف يقيس قوته الحقيقية. المهم بيروح تشينج علشان ياخد الاستمارة بتاعته وبيروح علشان يستنى دوره، ولكنه بيتفاجئ بطابور طويل فشخ قدامه، تقريبا في حد بيوزع بيك في آخر الطابور ولا حاجة. لا آسف.
المهم أثناء ما تشينج بيستنى دوره بيظهر الدولاب الضخم ده قدامه، بيروح كسر الطابور اللي قدامه. البت اللي في أول الطابور بتزعق ليه، بتقول له أنت لازم تلتزم بالطابور بتاعك، إحنا وصلنا الأول. بس بتاع الأمن بيقول لها إن هو داخل اختبارات المستوى الثالث فيقدر يكسر الطابور عادي. الكل بتصدمه من الكلام ده، فصعب جدا على أي حد إن هو يكسر المستوى الثالث في السن بتاعه. المهم بيروح الحمار فانج ده علشان يقيس مستوى الحيوية بتاعته، وبيقدر إن هو يوصل ل 107 في الحيوية. الكل بيتشلوا من الكلام ده لأن المقياس العادي بيكون تحت ال 100 أصلا. المهم بيروح فانج علشان يقيس قوته الجسدية، واللي من قوتها بتطير كل اللي موجودين في الساحة، وده بيخلي الحارس يعني فانج على إنجازه العظيم ده، وبيعرفه إن هو دلوقتي بقى مقاتل من المستوى الثالث. بس ساعتها بيلاقي فانج إن في اتنين هم اللي لسه واقفين بعد ضربته. البت ساعتها بتكون مصدومة من قوة فانج المرعبة، وبتكون مش مصدقة إن هي اتحملت كل القوة دي. بس على عكسها تشينج بيكون محبط جدا، بيقول هي دي يا جدع قوة المستوى الثالث ده شكله هيكون اختبار سهل قوي. البت ساعتها بتهنج من كلامه، فحتى هي اللي تعتبر عبقرية في المدينة بتاعتها بالعافية عرفت تتحمل القوة المرعبة دي. المهم بيروح تشينج علشان يقيس قوته، بما إن كل اللي موجودين في الطابور وقعوا دلوقتي. الحارس بينبسط من ثبات تشينج الانفعالي، وبيقول له يروح يبدأ الاختبار. ولما بيبدأ تشينج الاختبار بيفاجئ الكل بحيويته اللي وصلت ل 15 درجة. البت يا عيني بتكون متشلة من الخرا اللي قدامها، فحتى هي ما عرفتش توصل لنص الرقم ده. فانج بيتفاجئ من حيوية تشينج الكبيرة، وبيكون فاكر ان هو من عائلة ثرية وقوية جدا. ساعتها بيروح تشينج علشان يقيس قوته الجسدية، وهنا بيفاجئ الكل ان تشينج يقدر يوصل قوته ل 15000 نقطة. تشينج بينبسط من التطور المرعب ده، فعلى الرغم ان هو تطور كبير لكن دي مجرد البداية. الحارس ساعتها بيجيله لاج من كتر الصدمة، فبيهني تشينج على الحصول على ترقية من المستوى الثالث، وبيروح علشان يبلغ السلطات بالحدث التاريخي ده. فبينبسط تشينج من اللي حصل، بس مع الأسف فرحته مش بتكمل لأن فانج بيجي وراه فجأة وباين إن هو مش جاي على خير أبدا. بنشوف بعدها فانج راح عند تشينج علشان يسلم عليه، بالذات بعد الإنجاز العظيم اللي عمله. فبينبهر الكل من إنجاز تشينج الكبير، وبيروح علشان يتصوروا معاه، وده بيخلي تشينج يهرب منهم. في الوقت ده بتكون له قاعدة مع صاحبتها مستنين حد عندهم. ساعتها بيلمحها تشينج وبيروح علشان يسلم عليها، فبتستغرب له من وجوده وبتسأله هو بيعمل ايه هنا. تشينج بيقول لها ان هو كان بيخلص شوية ورق في جمعية الفنون، وبيسألها هم بيعملوا ايه. وطبعا ازاي يكون ده انمي طبيعي من غير ما كل نسوان القارة بيمسحوا في تشينج علشان حلاوة امه دي. لو ساعتها بتزعق لصاحبتها علشان بيحكوا مع اخوها قدامها بالشكل ده. المهم بيسلم عليها تشينج وبيروح علشان يكمل طريقه. ساعتها بتيجي البت اللي شفناها من شوية عندهم، واللي بتكون صاحبتهم اللي كانوا مستنيينها واسمها يانج. المهم بيروح البنات عند يانج وبيسألوها هي عملت ايه في الاختبار النهارده. البت بتقول لهم انها كانت تبني ما كلوش حمار في ساقية، والنهارده ظهر محارب عنتيل من الدرجة الأولى كسر الجهاز بتاع القياس بتاعهم، وحطم معاها أمل أي حد كان ناوي يدخل عالم الفنون القتالية بوجوده. فحتى هي عبقرية الفنون القتالية في مدينتها ما بقاش عندها فرصة ضده، وده بيخلي البنات يتصدموا ان يانج الكاريزما جابت ورا بالشكل ده. وده بيخليهم يسألوها عن الوحش اللي خلص الاختبار، فبتقول لهم يانج ان اللي خلص الاختبار اسمه تشينج. وده بيصدم له جدا لانها ما كانتش متخيله ان اخوها هو المحارب المرعب ده. في الوقت ده بيكون في رجاله كتير عمالين يمشطوا الشارع بتاع تشينج، فبيقلق سكان الحي من وجود الناس دي عندهم وسبب وجودهم هنا. بس تشينج مش بيهتم لان حتى لو هم جايين علشانه هو يقدر يعبيهم في شوال. بيتصل ساعتها مافي على تشينج بس هو بيكنسل عليه، فتشينج عاوز يختبر ولاهم ويشوف هم يستحقوا الوصفه بتاعته ولا لا. بيروح بعدها تشينج عند مايا علشان يشوف المعلومات بتاعته، فبيتفاجئ ان السجل بتاعه اتغير، وبدل ما كان رائد ومات وهو عنده 40 سنه، تشينج قدر يوصل لمستوى الكابتن في الجيش وعاش لمده 80 سنه، وحتى بقى سيد فنون قتاليه في المدينه. على الرغم من ان النتيجه اللي هو وصل لها حلوه، بس دي مش النتيجه اللي هو عاوزها تشينج. فحتى بعد ما وصل للمستوى ده المستقبل بتاعه اتدمر برضه. عشان كده بيقرر تشينج ان هو يرفع من قوته علشان يغير المستقبل البائس بتاعهم. في الوقت ده بيكون شياو رئيس مجموعه الفنون القتاليه بيتكلم مع الرئيس بتاعه عن نتائج المدينه، واللي على الرغم ان هي كانت نتائج كويسه، لكن الرئيس بتاعه بيقول له ان هم لازم يدوروا على موهبه تمثل المدينه بتاعتهم في المعسكر اللي هيحصل قريب. شياو بيكون متضايق من الوضع، فعلى الرغم ان هو عاوز يعمل اكتر من كده لكن المدينه مواردها قليله جدا، وده بيخلي عدد كبير من المواهب اللي بتظهر عندهم تهرب من المدينه علشان تاخد فرصه افضل. لحد ما فجاه بتيجي السكرتيره بتاعته وبتقول له ان هم لقوا المقاتل اللي هم بيدوروا عليه. بعدها بتعرض عليه فيديو الاختبار بتاع تشينج، واللي لما بيشوف الشياو بيكون مصدوم جدا، فحتى هو ما قدرش يوصل للمستوى الخرافي ده وهو عنده 18 سنه، وده بيخليه ياخد بعضه علشان يلحق يضم تشينج
قبل ما حد يلحق يسرقه منه. ساعتها بتكون شوانج بتجمع معلومات عن تشينج هي كمان لحد ما بتعرف عنوان بيته والحالة الاجتماعية بتاعة العائلة بتاعته. بعدها بتروح تجهز فريقها علشان تضم تشينج ليها مهما حصل. ساعتها بيكون تشينج خلص التدريب بتاعه ورايح علشان يلاقي حاجة ياكلها، بس بيتفاجئ بضيوف ما كانش متوقع حضورهم. بعدها بيروح شاوي يرحب بشينج وبيعرف عن نفسه. تشينج ساعتها بيكون مصدوم من الوضع، فهو ما كانش متخيل ان هو هيقابل الرئيس شياو بالسرعة دي. شوانج بتروح تعرف عن نفسها برضه، فبيرحب بيهم تشينج وبيسألهم عن سبب حضورهم هنا. شياو بيقول له ان هو جه علشان يبارك ليه على اكماله المستوى الثاني من الفنون القتالية، علشان كده هو جه علشان يديله تصريح خاص من الإدارة ومعاها $1,000,000 كمكافأة على نجاحه الساحق. فبيشكر تشينج عن المكافأة العظيمة دي، بس هو مش مغفل علشان ياخد الكلام ده بدون ما يسأل على المقابل. فبيقول لشاو ان هو محتاج مساعدته في حاجة مهمة جدا، فهو عاوز يدخل معسكر التدريب الخاص اللي هيتعمل قريب. الكلام ده بيفاجئ شوانج جدا لان المعسكر ده بيدخلوا عباقرة العباقرة، وده بيعمل منافسة مرعبة جدا دمرت مواهب كتير في طريقها. شياو بيكون متفق مع كلامها، بس بيقول لها ان تشينج مختلف، فمع مهاراته العالية وسرعته الاستثنائية في التطور اكيد هيقدر يكون محارب مميز في المعسكر ده، وهيقدر يمثل المدينة بتاعتهم بشكل مشرف هناك. وعلى الرغم من ادراكه للمخاطر الكتيرة اللي قدامه، لكن تشينج بيوافق ان هو يدخل المعسكر ده. فبيشكر شياو على قراره وبيقول له ان هو هيزوره بعد يومين من دلوقتي، وبعدها بيمشي من المكان. بعدها بيسأل شينج شوانج هي عاوزة منه ايه دلوقتي، فمش معقولة هي جت عنده المسافة دي كلها علشان تسلم عليه بس. شوانج بتشكره ان هو ادالها الفرصة في الكلام، وبتقول له ان هي هتقدم ليه عرض كويس جدا، فهي عاوزة منه ان هو يكون تلميذ الشرف الخاص بالجيم بتاعها، وفي المقابل هتقدم ليه كل الخدمات الجيم بتاعها بدون اي مقابل، ومعها راتب شهري كويس ومميزات كتيرة جدا. الكلام في الاول يبين ان شوانج مش هتطلع من الموضوع ده باي مكسب، بس في الحقيقة وجود اسطورة زي تشينج عندهم في المركز يعتبر دعاية مرعبة ليهم، وده هيضاعف لهم أرباحهم وعلاقاتهم الاجتماعية بشكل كبير جدا. بس المفاجأة إن تشينج بيرفض العرض بتاعها، فبتستغرب البت من كلامه وبتسأله عن سبب رفضه. تشينج بيقول لها إن هو موافق يكون عضو شرفي، لكن مش هيوافق إن هو يكون التلميذ بتاعهم. ففي النهاية هو بنى طريقه بنفسه من الصفر، ومش هيسمح إن أي حد ياخد الفضل الكل اللي هو فيه على الجهاز كده. وبسبب خوفها من خسارته بتقرر شوانج إن هي توافق على العرض بتاعه. بعدها بتسيبه وبتمشي من المكان. وبعد ما بيبقوا لوحدهم بتكون الأم مش مصدقة اللي حصل، فابنها الضعيف اللي كانوا حاسين إن هو هيعاني بعد ما هيموتوا بقى شخص مهم جدا في المدينة، والكل بيقطعوا نفسهم علشان يحصلوا عليه. شينج بيقول لها إن دي مجرد البداية، فمن اللحظة دي ما بقاش في داعي إن هم يعانوا علشانه، وجه الوقت علشان يرد ليهم الجميل ويخليهم يستريحوا. دلوقتي بيعدي أسبوع على الكلام ده، وبتكون هو لسه عاجزة عن الوصول لمكان تشينج، وده بيخليها تقلق من الموضوع أكتر. فعلى حسب الأبحاث اللي عملتها على الدواء بتاعه لقيت إن الدواء بتاع تشينج بيملك خصائص علاجية أفضل حتى من جرعات المستوى الثالث، وعلى الرغم من الفوائد الكتير المرعبة اللي بيقدمها لكن سعره حتى أقل من جرعة من المستوى الأول. فلو ما عرفتش توصل لمكان تشينج في أقرب وقت ممكن تخسر فرصة الحصول على الجرعة الأسطورية الجامدة دي. بس فجأة مافي بيقول لها إن هو لقى الكيميائي بتاعها، فبتروح هو علشان تشوف مكانه، ولكنها بتتفاجئ بصورة تشينج اللي ظهر على التلفزيون كأول طالب يقدر يوصل للمستوى الثاني في سن ال 18. بنروح بعدها لتشينج اللي بيكون بيختبر مهارة السرعة الجديدة اللي اتعلمها، فبيكمل طريقه لحد ما بيوصل لقمة الجبل. بعدها بيبدأ تشينج ان هو يركز على قوة جسمه لحد ما بيقدر ان هو يخترق بدون اي مشاكل. فبينبسط تشينج من اللي حصل وبيروح علشان يكمل البحث عن العناصر اللي محتاجها لحد ما بيوصل عند حدود المدينة، وهناك بيلاقي التاجر اللي قدامنا ده. فبيروح تشينج علشان يشوف العناصر اللي معاه، وبيلاقي ان كل العناصر اللي معاه كويسة جدا، فبيقرر ان هو يروح يشتري منه الاعشاب دي. بس الراجل بتتغير نبرته فجأة وبيهدد تشينج انه هيخلص عليه لو ما اشتراش كل العناصر اللي معاه دلوقتي. تشينج بيعمل نفسه مغفل وبيسأله عن قصده، وهنا بيطلع الرجالة اللي مع التاجر ده اللي بيحاصروا تشينج من كل ناحية وبيهددوه ان هو لو ما اشتراش الحاجة اللي معاهم وضعف السعر هيخلصوا عليه. فبيضحك تشينج وبيقول لهم غريبة، انتم سنكم كبير فالمفروض تكونوا عاقلين شوية، فيا ترى ايه اللي خلاكم تجروا للموت برجليكم؟ الكل بيتصدموا من قوة تشينج المرعبة وبيطلبوا منه ان هو يسيبهم في حالهم. فبيقرر
بيقرر تشينج إن هو ياخد الحاجة اللي معاهم ويسيبهم ويمشي. بعد كام يوم بيوصل تشينج لمكان المعسكر، واللي بيكون معسكر ضخم جدا وفي عدد كبير من الطلاب، وأغلب الطلاب اللي موجودين هنا بيكونوا لابسين الشارات دي. فبيفتكر تشينج إن أمه أخدت الشارة بتاعته وخلتها زينة في البيت، فبيخاف تشينج إن الشارة دي تكون مهمة علشان يعرف يدخل. المهم بيروح تشينج عند البوابة علشان يعرف يدخل، بس الحارس بيوقفه وبيسأله عن هويته، فبيعرفوا تشينج عن هويته والمدينة اللي بيمثلها، وده بيخلي الكل يبدأوا يسخروا منه. فعلى الرغم إن بلده كبيرة جدا بس مفيش حد غيره اللي دخل المعسكر. المهم بيقول له الحارس يحط الشنطة بتاعته هنا ويجهز نفسه لبدء المعسكر. فبيدخل تشينج وبيستنى، بس فجأة المكان بيتقفل عليهم من كل ناحية. الحارس ساعتها بيجي وبيقول لهم إن الاختبار بتاعهم بدأ، والمطلوب منهم إنهم يوصلوا لخط النهاية. بعدها بتظهر حفرة تحتهم وبيقعوا كلهم فيها، ولما بيوصلوا القاع بيبدأ تشينج يفحص المكان علشان يحصل على شوية معلومات، وباستخدام حدسه بيقدر يلاقي الروبوتات دي على الجانب التاني. فبيفهم تشينج إن هدفهم دلوقتي إن هم يتغلبوا على الآلات دي. ساعتها الواد الحيوان أبو روب بني ده بيبدأ إن هو يتفشخر بمعرفته الفشيخة عن الاختبار ده، وبنعرف إن اسمه لين. المهم بيروح لين عند تشينج وبيطلب منه إن هو يدخل الاختبار الأول عشان يفعل الأفخاخ اللي قدامهم. وعلى الرغم إن هو لو عمل كده ممكن يتم تهديد حياته، لكن عدد كبير من البقر اللي في المكان بيوافقوا على الاقتراح ده. بس تشينج مش بيعترض على كلامه وبيروح علشان يكمل طريقه. بيقول لهم انا اللي كنت فاكر ان انتوا هتكونوا منافسين ليا، بس مع الاسف طلعتم اشكال عيانه خالص. الواد لين بيكون هيروح علشان يضربه، بس فجاه بتظهر كرات عملاقه قدام تشينج وبتتحول لروبوتات قتاليه عملاقه مستعده للقتال. فبيتفاجئ لين من الروبوتات دي لان اقل واحد فيهم في مستوى قوه محارب من الدرجه الثانيه، وده بيخلق حاله رعب بين المختبرين كلهم. بس على عكسهم تشينج بيكون مبهور من قوه الروبوتات اللي قدامه، وبيكون حاسس ان هي ممكن تكون عناصر كويسه تناسبه في التدريب بتاعه. لان ساعتها بيقول لتشينج ان هو لازم ينسحب دلوقتي، فبمستواه الحالي الروبوتات دي هتسفلت بيه المكان. وفجاه بيهجم واحد من الروبوتات على تشينج وبيكسر المكان. الكل ساعتها بيفتكروا ان تشينج اتدفن مكانه، بس المفاجاه ان تشينج بيقدر ان هو يوقف الروبوتات بايد واحده بس. الكل بيتصدموا من اللي حصل وبيكون مش عارفين يعملوا ايه. تشينج ساعتها بيمسك الروبوت وبيكسر بيه المكان، بس الغريبه ان لين بيفضل يضحك على اللي بيحصل، وده لانه فاكر ان الروبوتات اللي قدامه اقل من المستوى الاول، بالذات ان محارب درزة تشينج قدر يدمرها بكل سهوله. بس الكل مش بيكون مقتنعين بالكلام ده وبيرفضوا ان هم يروحوا يقاتلوا الروبوتات المرعبه دي، وده بيخلي لين المتخلف يروح عشان يكسر الروبوتات دي بنفسه. وعلى طول بيروح لين يضرب واحده من الروبوتات على دماغها. الواد بيفتكر ان هو كده خلص عليها، بس الروبوت ساعتها بيروح مديله واحده بيعمل من فخاد امه شاورما. الكل بيترعبوا من اللي حصل، فعلى الرغم ان لين هو اقوى واحد في المجموعه بتاعتهم لكن تم فشخه بالسرعه المرعبه دي. على الجانب التاني بيكون تشينج نازل تدمير في كل اللي بيقف في طريقه لحد ما بيقدر يوصل للهدف الاخير بتاعه. في الوقت ده بتكون القايده كين بتراقب المختبرين من مركز التحكم بتاعها لحد ما بيجي جين المساعد بتاعها وبيسالها عن الوضع الحالي. فبتقول له كين ان طلاب السنه دي اضعف مما تخيلت، فمن 120 منافس تقريبا 5 بس اللي وصلوا للمستوى المطلوب في المخيم، واللي منهم ليان اول مستيقظه في سن ال 18 بقدرات التحكم النفسي من المرتبه الاولى. جين بيروح يقعد على الجهاز بتاعه علشان يشوف الفرقه المسؤول عنها عملت ايه دلوقتي، بس ساعتها بيلاقي مشهد ما كانش متوقع ان هو يشوفه في حياته ابدا. بنشوف بعدها ليان بتخلص الاختبار بتاعها، بس فجاه بتحس ان في حاجه غريبه قدامها، فبتروح علشان تشوف اللي بيحصل وبتتفاجئ ان حراس المنطقه بيستعدوا للمعركه. ليان بتتفاجئ من اللي حصل، فالمفروض ان المحاربين دول هم اللي بيعملوا الاختبار بتاعهم، فليه هم متاهبين قوي كده؟ وده بيخليها تروح علشان تشوف العدو بتاعهم، لكنها بتتفاجئ بهالة قتل مرعبه بتملأ قلبها بالخوف. كين وجين بيوصلوا ساعتها للمكان بيطلبوا تقرير عن الوضع بتاعهم. الحراس بيقولوا ليهم ان هم تعرضوا لهجوم قوي جدا، ومع الاسف كل الالات والكاميرات اللي كانت في المنطقه اتدمرت بالكامل. جين بيبدا يجهز الطاقم بتاعه وبيستعدوا للمعركه، بس كين بتقول لهم ان مفيش داعي لان هدفهم وصل بالفعل. وفجاه بيظهر تشينج عندهم في المكان ومعاه المختبر بتاعه اللي عباه في شوال وهو جاي، وده بيخلي كين تسال عن هويه تشينج. فبيروح تشينج علشان يعرف عن اسمه والمدينه اللي هو بينتسب ليها. الكلام ده بيفاجئ جين جدا، فحتى هو ما كانش متخيل ان في طالب قادر على التعامل مع المشرفين والالات بتاعتهم. تشينج بيعتذر عن اللي حصل، فهو كان فاكر ان المشرف اللي قدامه جزء من الاختبار وراح علشان يهزمه مش اكتر. وفجاه بتروح تستخدم كين مهاراتها علشان تفحص مستوى تشينج، ولما بتخلص بتبارك لتشينج على تخطيه الاختبار الاول بنجاح. بعدها بتطلب منه يروح للمكان بتاعه في المعسكر. جين بيكون مبهور من احصائيات تشينج المرعبه، فعدى وقت طويل جدا على اخر محارب كان
مكان في المستوى بتاعه، وده بيخلي كين تقلق من الوضع. فتشينج اول واحد قدر يتحمل مهاراتها العقليه بالسهوله دي، وده بيخليها تحس ان تشينج مش شخص عادي، وانما هو قنبله موقوته على وشك ان هي تنفجر ما بينهم. ساعتها بيكون تشينج في طريقه للغرفه بتاعته، بس بيحس ان هو جعان جدا، فبيروح الشيف يجيب لي كل انواع الاكل اللي ما شافهاش في حياته. تشينج بياخدها فرصه وبيبدا يخلص على خزين المنطقه كلها. ساعتها بتيجي يانج اللي شفناها قبل كده عنده وبتساله اذا تقدر تقعد معاه، وده بيخلي تشينج يستغرب من وجودها. فعلى حسب اللي سمعه من كلام شياو، هو قال له ان المدينه بتاعتهم ما دخلتش المخيم من فتره طويله جدا. يانج بتقول له ان المدينه بتاعتهم بتبعت محاربين كل سنه، بس المشكله ان المنافسه هنا شديده جدا، لدرجه ان حتى عباقره المدينه عندهم مش بيستحملوا الوضع وبيمشوا مع اول دفعه في المخيم، وده بسبب ان نقاطهم بتخلص بسرعه كبيره جدا. تشينج بيستغرب من كلامها وبيسالها عن موضوع النقاط ده. البت بتقول له ان كل حاجه في المكان ده بتعتمد على النقاط بتاعته، فمن اول الاكل لحد ادوات التدريب وجرعات الشفاء كلها بتعتمد على النقاط. وفي الاختبار الاول في 3 بس هم اللي يقدروا ياخدوا نقاط هنا. اولهم هو سيد التصلب يونج صاحب فنون المستوى الثاني، بعدها مينج سيد السرعه وصاحب فنون المستوى الثاني، اما الاخيره فهي ليان صاحبه المهارات النفسيه الاعلى في المنطقه. ساعتها بتعدي ليان من جنبهم، واول لما بتشوف تشينج بيغتصب الفرخه اللي قدامه. البت بتتعب جدا وبتاخد بعضها علشان تهرب. بتكلم بعدها يانج الكلام وبتقول لتشينج ان بجانب ال3 الاوائل بتوع السنه دي في محارب رابع دمر الروبوتات بتاعه الاختبار. فعلى حسب اللي سمعته الشخص ده مجنون ومختل عقليا، فلازم يخلي باله من نفسه علشان ما يقابلوش الفتره دي. طبعا الواد بيتشل من كلامها بس بتمالك اعصابه. بعدها بتطلب يانج منه انهم يتعاونوا مع بعض علشان ينجحوا في اختبار المخيم بتاع السنه دي، لحد ما يجي مجموعه من الحراس عندهم وبيطلبوا من تشينج يجي معاهم علشان يحاسبوه على الاضرار اللي عملها في الاختبار الاول. يانج وكل الموجودين مش بيكونوا مصدقين اللي حصل، فمحدش فيهم كان متخيل ان تشينج هو الطالب الرابع اللي نجح في المعسكر التدريبي. فبيقوم تشينج معاهم وبيروح علشان يشوف هو هيعمل ايه. ويا عيني يانج بتكون مشلوله من اللي قالته، وبتتاكد ان تشينج اول لما هيرجع هيعمل من فخادها شاورما. بنروح بعدها عند كين اللي بتكون بتشوف سجل الاضرار اللي عملها تشينج ليهم. بتقول له يا جدع انت خلصت على نص الميزانيه النهارده، فقال لي روبوت دمرته كان بيساوي ملايين، وانت خليت كل الروبوتات اللي تقف في طريقك تتحول لغبار، ومع ذلك احنا مش هنعمل اي اجراء ضدك. ففي النهايه احنا اللي كنا غلطانين عشان ما جهزناش نفسنا لوحش بقوتك. ساعتها بيجي جين ومعاه ال3 الاوائل في الاختبار، فبتهنيهم كين على انجازهم الكبير ده، وبتدي لكل واحد فيهم البطاقه الذهبيه علشان حصولهم على المراكز الاولى. الكل بينبهروا من البطاقه دي لان كل بطاقه فيهم فيها 100 نقطه، والكميه دي من النقط كافيه تخليهم يعيشوا ملوك في المخيم. بس على عكسهم تشينج بيكون معاه بطاقه بيضاء، فبيبص تشينج على محتوى البطاقه وبيلاقي ان كل حاجه عدا الاكل بتكلف 30 نقطه، وده بيخلي الواد يحبط جدا لان عدا الاكل كل حاجه عندهم زي الخرا. جين بيقول له ان هو ما ينفعش يقول الكلام ده، فعلى عكس كل الموجودين البطاقه بتاعته فيها 1000 نقطه بحالهم. الكل بيتصدموا من الكلام ده وبيحسوا ان في تحيز كبير اتجاه تشينج، فبيروح يونج عند تشينج وبيهددوا بالقتل لو ما سلمش البطاقه بتاعته. جين بيكون هيروح علشان يوقفهم، بس كين بتمنعه من التدخل، فبيحاول تشينج ان هو يحذر الواد قبل ما تكبر المدعكه. بس الحمار بيركب دماغه وبيجهز نفسه للمعركه، وعلى طول بيديله تشينج واحده بيكسر بيه المكان. تشينج بدل ما يخاف على الواد اللي كسره بيكون خايف لا يلبس فاتوره التصليح بتاعت الحاجات اللي كسرها دلوقتي. الكل بيكونوا مرعوبين من قوه تشينج المرعبه، وده بيخلي كين تسال تشينج عن خطه التدريب بتاعته، فبتقترح عليه ان هي تكون المعلمه بتاعته. بس تشينج بيقول لها ان هو عنده حاجات اهم يعملها. الكل بيكونوا مترقبين يعرفوا السر الخاص بقوه تشينج المرعب، بس لما بيقول لهم تشينج ان هو هيروح علشان ينام دلوقتي الكل بيستغربوا من كلامه. فازاي انت في اهم مركز تدريب في المنطقه وتروح تنام اصلا؟ كين من كتر ما هي مش مصدقه راحت تستخدم الكاميرات بتاعه المكان عشان تتاكد، وبالفعل بتلاقي ان تشينج رايح ينام بجد، وده بيخلي كين تتشل من الوضع. فهي كانت حاطه امل كبيره على محارب بقوه تشينج، بالذات ان شخص بقوته ممكن يعمل حافز قوي جدا لتقويه كل المحاربين اللي حواليه. بس لو استمر الوضع على ما هو عليه ممكن يتحول لطاغيه زي المحارب بانج. فعلى حسب كلامها بانج استخدم مهاراته الجسديه علشان يتحكم في كل اللي موجودين في المخيم، بس كين مش عاوزه ان هي تكرر نفس السيناريو السيء بتاعه. فكين مش عاوزه مجرد محاربين اقوياء، هي عاوزه تصنع محاربين متكاملين بيعملوا كل حاجه علشان يكونوا لا يقهروا. في الوقت ده بيكون تشينج بيقاتل زومبي في المستوى السادس، وبعد معركه طويله جدا بيقدر تشينج ان هو يخلص عليه اخيرا. بعدها بيبدا تشينج ان هو يمتص الطاقه بتاعته ومهاراته، ولما بيخلص بيقرر ان هو يكمل تدريبه على المهاره الذهنيه اللي معرفش يتعلمها. فبيبدا تشينج ان هو يركز في الوعي بتاعه لحد
ما بيقدر إن هو يفتحه أخيرا، وده بيخلي تشينج يرفع من قوته بشكل كبير جدا. فبينبسط تشينج من التطور بتاع المستوى بتاعه، وبيبدأ يشوف السجلات بتاعته دلوقتي، فبيلاقي إن السجل بتاع تاريخه اتغير، وقدر تشينج إن هو يعيش فوق ال 200 سنة، ومعاها وصل لمستوى محارب من المستوى السابع. فبينبسط تشينج من التطور الكبير اللي وصل ليه، بس ده مش بيكون كافي عشان يشبع طموحاته. فهو دلوقتي هو قدر إن هو يكون الأول في المدينة، بس ده مش معناه إن هو بقى الأول على الدولة. عشان كده هو بيقرر يتدرب أكتر عشان يبقى أقوى محارب في البلد كلها، وده بيخلي تشينج يطلب من مايا تدور على تقنيات جديدة ليه بحيث يرفع من قوته، لحد ما بيظهر قدامه تقنية فن قتالي كامل من المستوى ال 11. تشينج بيتصدم من المهارة دي، فعلى الرغم إنها مهارة من النوع النفسي لكن مميزاتها رهيبة جدا، وده بيخلي تشينج يبدأ يتدرب عليها علشان يرفع من قوته. بيعدي شهر تقريبا وبتشوف ليان بتتدرب في الغرفة بتاعتها، وباستخدام قدراتها النفسية بتقدر تدمر كل الأهداف اللي في طريقها. فبتهنيها كين على الإنجاز العظيم ده، فلو استمرت على كده هتعرف تكون أقوى محاربة نفسية في المدينة. بس في مشكلة بسيطة عندها، فلسبب ما الثبات النفسي بتاعها مهزوز جدا، وده على الأغلب بسبب خوفها أو صدمة مرت بيها. فبتسألها ليان إذا عندها حل عشان تتخلص من الصدمة دي، فبتقول لها كين إن المواجهة هي الحل عندها، فلو عرفت تتغلب على خوفها هتعرف تكسر الحاجز اللي بيقف قدام حدود قدراتها. البت بتترعب من الكلام ده. اغلب مين يا ست انتي ده ياكلني بكل اللي موجودين هنا. كين بتستغرب من تصرفاتها، فنظريا ليان هي اقوى واحد في المكان بعد تشينج. المهم بتخرج كين من عندها وبتروح تقابل جين. جين بيقول لها ان هو فضل في الغرفه بتاعته نايم لحد دلوقتي. الكلام ده بيضايق كين جدا، فهي كانت حاطه امل كبيره على تشينج، بس ما كانتش تعرف ان هو شخص كسول بالشكل ده. بروح بعدها ليانج اللي بتكون بتنظف مع باقي الموجودين عشان تجمع نقاط تعيش بيها، وهنا بيسألها واحد من الموجودين عن مكان تشينج دلوقتي. البت بتقول لهم ان هي ما تعرفش حاجه عنه، فمن ساعه ما وصل وهو نايم في الاوضه بتاعته ومش بيطلع خالص. الكلام ده بيخلي كل الموجودين يضحكوا على تشينج، فازاي حد ممكن ينام في اهم مؤسسه تدريبيه في المدينه بالشكل ده. ساعتها بتسمع يانج ان في حد قدر يكسر الرقم القياسي في حقل الجاذبيه، فبتروح هي وصاحبتها علشان تشوف مين الاسطوره اللي عمل كده. بنروح بعدها ليونج اللي بيكون بيتمرن في حقل الجاذبيه اللي موجود في المكان، وبيقدر يصدم كل الموجودين بقدرته المرعبة على التحمل. المهم بعد ما بيخلص بيهني الكل على إنجازه العظيم ده، فمفيش حد في سنه قدر يتحمل 3 أضعاف جاذبية الأرض من غير ما يتعمل عصيدة. الواد بينبسط من الوضع ده وبيفتكر إن هو عمل إنجاز جامد جدا، وعلى طول بيروح يسأل عن مكان تشينج دلوقتي، فبيقول للموجودين إن هو لسه في الغرفة بتاعته وما طلعش لحد دلوقتي. الكلام ده بيبسط الواد جدا، فهو كان لسه شايل من آخر علقة خدها من تشينج، وده خلاه يتدرب بكل ما عنده علشان يعرف يسبق تشينج ويتغلب عليه. بس فجأة بيظهر تشينج وبيعدي من قدامه. الواد بيتصدم من اللي حصل لأنه هو ما شافش تشينج حتى. المهم بيفعل تشينج حقل الجاذبية علشان يشوف هو وصل لحد فين دلوقتي. الكل ساعتها بيكونوا فاكرين إن تشينج بيستهبل، فهو كان نايم الشهر كله، ولو حاول يبذل المجهود العالي ده مرة واحدة هيدمر جسمه بالكامل. المهم بيفعل تشينج ضعف الجاذبية، والكل بيكونوا مستنيين إن هم يشوفوه وهو بيعاني. بس المفاجأة إن تشينج بيقدر يتدرب على الفنون القتالية بكل سهولة، وده بيخليه يروح علشان يرفع من صعوبة التحدي، وبيخلي الموضوع يوصل ل4 أضعاف الجاذبية. ساعتها بتكون ليان بتعدي من جنبهم، فبتروح علشان تشوف الزحمة دي كلها على إيه، ولكنها بتتفاجئ بتشينج الأسطورة بيلعب ضغط بصباع واحد تحت 4 أضعاف الجاذبية. يونج بيكون هيتجنن من اللي حصل، فعلى الرغم إن هو بذل كل ما في وسعه علشان يتغلب على تشينج، لكن لسه الفرق ما بينهم شاسع جدا. بس تشينج مش بيوقف هنا، هو بيرفع التحدي ل5 أضعاف الجاذبية. الكل بيكونوا متنحين من كتر الصدمة، فحتى أفضل محاربين المعسكر ما قدروش يتحملوا 4 أضعاف الجاذبية. بس تشينج عمره ما كان ده مستواه يا جماعة. في الوقت ده كيم وجين بيكونوا بيراجعوا بيانات الطلاب اللي عندهم، وعلى الرغم من إن نتائج السنة دي كانت كويسة جدا، لكن كين كانت لسه متضايقة من الوضع، فهي كانت عاوزة تشوف حد من الطلاب بقوة تشينج أو قريب منه. جين بيقول لها إن المعسكر لسه ما خلص، فممكن حد يقدر يلحق بمستوى تشينج في المستقبل. بس فجأة بيلاقي جين إن في حد كسر الرقم القياسي في مجال الجاذبية، وكانت الصدمة إن تشينج هو اللي كسره. كين بتكون مش مصدقة الكلام ده وبتروح علشان تتأكد بنفسها، وهنا بتلاقي تشينج عمل الصدمة وفعل 8 أضعاف الجاذبية، وده بيخلي كين تتأكد إن هي لقيت المحارب اللي بتدور عليه كل السنين اللي فاتت دي. تشينج ساعتها بيكون بيعاني بسبب الجاذبية الشديدة اللي بتضغط على جسمه، بس بعد ما بيستخدم التقنيات اللي اتعلمها بيقدر يقف بشكل طبيعي، وده بيخليه يروح علشان يجرب الاختبار النهائي لقوته. وفجأة بينزل الكل على رجلهم من قوة الجاذبية، فتشينج المعجزة فعل 10 أضعاف الجاذبية دلوقتي. تشينج بيكون مصدوم من القوة المرعبة
المرعبة اللي بتضغط على جسمه، وبيحس إن هو لو ما اتصرفش دلوقتي هتكون هي دي نهايته. فبيبدأ تشينج إن هو يضغط على نفسه علشان يتحمل الجاذبية لحد ما بيقدر إن هو يتحمل قوة ال10 أضعاف لوحده. بيخرج بعدها تشينج من غرفة الجاذبية، وهناك بيلاقي المعسكر كله مستنيه على أحر من الجمر. بس رغم كل الانتباه المسلط عليه، تشينج مش بيهتم بالعبط ده وبيشوف الإحصائيات بتاعته، فبيلاقي إن هو رفع من قوته بشكل كبير. وبيتفاجئ إن المعسكر اداله مكافأة علشان كسر الرقم القياسي اللي فات، واللي بتكون مكافأة ضخمة جدا فوق ال 4000 نقطة. الكل ساعتها بيتشلوا من الكلام ده، ف1000 نقطة بس تقدر تجيب كل النقاط اللي جمعوهم لحد دلوقتي، فما بالك إن تشينج لوحده حصل على 4000 نقطة. المهم بيبدأ تشينج إن هو يتحرك علشان يشوف هيعمل إيه بعد كده، وده بيخلي الكل يجروا وراه علشان يشوفوا هو هيعمل إيه. يانج ساعتها بتكون في قمة الصدمة، فهي كانت فاكرة إن تشينج من نوع القوة، بس ما كانتش متخيلة إن هو هيكون قوي في الدفاع بالشكل ده. بنروح بعدها لغرفة السرعة، وبنشوف الواد ده بيخلص الاختبار على نسبة 78%، فبنبسط الواد من الإنجاز ده، لأن كده هو أفضل من 53% من اللي دخلوا الاختبار ده حوالين العالم. فبيفتكر الواد ساعتها إن هو بقى واد جامد بوفتيكا والناس كلها هتقطع نفسها عليه، بس بيتفاجئ إن مفيش حد معبره. وهنا بيبص على الغرفة اللي قدامه، وبيتفاجئ إن كل الناس موجودين هناك، وحتى المشرفين بتوع المعسكر موجودين هناك علشان يتفرجوا على اللي بيحصل. فبيروح الواد وبيسأل الموجودين عن اللي بيحصل، فبيقولوا ليه إن تشينج بيتدرب دلوقتي. طبعا الواد بيفضل يضحك على كلامه، وده لأن فاكر إن تشينج مجرد عيل كحيان ملوش لازمة. بس لما بيبص على الغرفة بتاعته يتفاجئ إن تشينج فعل كل مستشعرات الحركة علشان يبدأ الاختبار بتاعه. المهم بتبدأ أشعة الليزر تضرب في كل ناحية، وتشينج بيقدر إن هو يتفاداها بكل سهولة. اللي حصل ده بيخلي الكل يتشلوا على الآخر، لأن في حرفيا آلاف القذايف بتترمي على تشينج، ومع ذلك هو قدر إن هو يتغلب عليها بكل سهولة. الواد يا عيني بيكون هيتجنن من اللي حصل. فتشينج غير إن هو قدر إن هو يتغلب على حاجة بضعف السرعة اللي كان بيستخدمها، ده كمان أول مرة يدخل المكان من أساسه. كين ساعتها بتكون مبهورة من مستوى تشينج المرعب، فحتى لو كان بيجي المكان ده الآلاف المرات، هو كان مستحيل ان هو يكون بالبراعه دي كلها. وده بيخليك انت تحس ان في حاجه غلط في المهارات بتاعه تشينج. فالموضوع مش ان هو قادر ان هو يتجنب الحاجه بسبب سرعته الكبيره، الموضوع اشبه ان هو عارف ان الهجمه دي هتيجي قبل ما تيجي حتى، وده بيصير فضولها جدا وبتكون رايحه علشان تقيس مستواه، بس بتتراجع عن الموضوع. وده لان المقاتل العادي مستحيل تتغير مستويات قوته في يوم وليله. المهم بيكمل تشينج التدريب بتاعه لحد ما بيخلص المستوى الثاني من تدريب الاقدام والحركه. فبينبهر جين من التطور المرعب بتاع تشينج، وبيقول لكين ان هم لازم يوقفوا، بس كين بتقول له ان هي مش هتعمل كده، فهي عاوزه تشوف الاخر بتاع تشينج وهو يقدر يوصل لحد فين. بيتفعل ساعتها المستوى الثالث من الاقدام والحركه، واللي بيكون مستوى كارثي ومحدش يقدر ان هو يتغلب عليه. بس المفاجاه ان تشينج بيقدر ان هو يتعامل معاه ويقدر يخلصه بكل سهوله. جين ساعتها بيكون هيتجنن من الوضع، فهو ما قدرش يخلص المستوى الثالث غير لما بقى عنده 22 سنه، بس تشينج قدر ان هو يخلصه بكل سهوله رغم انه عنده 18 سنه بس. الاختبار ساعتها كانت صعوبته ابتدت تزيد على تشينج، فبيروح يستخدم تنفس الرياح وبيقدر ان هو يخلص المستوى الثالث بكل سهوله. جين ساعتها بيفتكر ان تشينج وصل لاخره وبيكون هيمشي، بس بيتفاجئ ان تشينج كمل المستوى الرابع. جين بيكون هيتشل من اللي حصل، بيقول انت بتهزر ولا ايه؟ ده حتى انا ما قدرتش ان انا اوصل للمستوى الرابع رغم ان انا من عنصر السرعه، فازاي عيل زي ده من عنصر القوه يقدر يوصل للمستوى الصعب ده؟ المهم بيتفعل المستوى الرابع واللي بيكون في مستوى مختلف تماما من الصعوبة، وعلى الرغم ان هو كان شديد جدا لكن تشينج بيقدر يخلص 30% منه، ولكن بيوصل ساعتها لطريق مسدود وما بيبقاش عارف يتقدم ازاي. فبيروح تشينج يستخدم التقنية الأخيرة اللي اتعلمها، وده بيخليه يرفع من سرعة حركته لدرجة انه بيحس ان الوقت اتوقف. اللي حصل ده بيصدم كين على الآخر، فالمهارات دي كلها مستحيل ان شخص عادي يقدر يعملها، فالتصنيف الوحيد اللي هو يقدر يعمل كده هو التصنيف النفسي. فبتروح كين تستخدم المهارة بتاعتها وبتهجم على تشينج علشان تختبر قدراته، بس المفاجأة ان تشينج بيقدر يدمر الوهم بتاعها بكل سهولة. كين ساعتها بتتيقن من الشك بتاعها وبتتأكد ان تشينج من النوع النفسي. بنرجع لتشينج اللي بيكون وصل للحد بتاعه من ناحية الحركة، وبيقرر ان هو يوقف الاختبار لحد ما يشوف هيعمل ايه. فبيهنيه النظام على الانجاز بتاعه، وبيعرفه ان هو افضل بنسبة 97% من المحاربين اللي دخلوا في التحدي ده. الكل ساعتها بيتشلوا من الانجاز
المرعب بتاع تشينج، فمحدش كان متخيل إن المدينة بتاعتهم هتطلع وحش بالقوة دي. وعلى الرغم من الإنجاز العظيم بتاعه، لكن تشينج بيكون متضايق، وده لأن ده معناه إن في 3% على مستوى العالم أعلى منه في المستوى. المهم بتيجي كين عند تشين علشان تهنيه على الإنجاز بتاعه، وبتسأله هيروح فين بعد كده، فبيقول لها تشينج إن هو وراه حاجة مهمة جدا لازم يعملها، وهي إن هو يروح ياكل لحد ما يخلص الأكل بتاع الكافيتيريا. البت ساعتها بتكون هتتشل من كلامه، بس بعد الإنجاز العظيم ده ما تقدرش تقول له أي حاجة. بيروحوا بعدها كلهم للمقر، وده علشان يتكلم الاتنين مع تشينج، وبيسألوه إذا كان عمل الاختبار بتاع قياس الحيوية ولا لأ. شينجي بيقول لها إن هو ما قدرش يعمل كده، وده بسبب إن الإبر اللي بيستخدموها أضعف بكتير من إن هي تعرف تخترق جسمه. فبتروح كين مطلعة الإبرة الذهبية بتاعتها وبتروح علشان تقيس مستواه، فبتلاقي إن الحيوية بتاعته بقت 124، وده معناه إن هو بقى فنان قتالي من المستوى الثالث. اللي حصل ده بيبهر الاتنين على الآخر، فبيطلب منه جين إن هو يروح يقيس القوة القتالية بتاعته، فبيستجمع تشينج كل قوته وبيهجم على جهاز القتال علشان يشوف هو وصل لحد فين. والمفاجأة إن تشينج قدر يوصل ل 171 ألف نقطة، وده معناه إن هو بقى فنان قتالي من المستوى الرابع. جين بيكون هيتشل من الخرا اللي بيشوفه، فازاي شاب في عمره يقدر يوصل لمهارات قتالية من المستوى الرابع بالشكل ده. فبيهنيه جين على الإنجاز العظيم بتاعه، وبيقول له إن مفيش داعي يكمل المعسكر بما إن مفيش حد هيعرف يتعداه من الأساس. بس قبل ما يمشي بتطلب منه كين إن هو يعمل الاختبار بتاع المقاتلين النفسيين عشان تشوف مستواه، فبتروح تعمل الاختبار على نفسها، وبتلاقي إن تنقية الطاقة النفسية بتاعتها 4 من 10، والطاقة النفسية بتاعتها 134. جين بيتفاجئ لأن هي عرفت تطور من نفسها بالسرعة دي، وبيقول لها إن تشينج على الأغلب هيحصل على نص الطاقة النفسية بتاعتها. المهم بيعمل تشينج الاختبار بتاعه، والصدمة إن نسبة النقاوة العقلية بتاعته فوق ال 20 نقطة. كين ساعتها بتتصدم من الكلام ده، لأن نقاوة الطاقة النفسية أشبه بإن أنت بتحاول تطوي ورقة باستمرار، بس بالمقياس بتاع تشينج فهو قدر إن هو يكمل طي الورقة دي لحد ما بقت بحجم العملة المعدنية. نظريا محدش في عمره يقدر إن هو يوصل للمستوى ده، وده معناه إن في معلم أو شخص عظيم جدا هو اللي وصله للمستوى القوي ده. المهم بتروح كين عنده وبتسأله إذا كان عنده معلم روحي ولا لأ، فبيقول لها كين إن هو عنده معلم عظيم، معلم قدر إن هو يعلمه كل حاجة، وبيحاول إن هو يكمل في الطريق بتاعه علشان يكون المحارب الأقوى في العالم. المهم بتسأله كين هو أخذ الموهبة بتاعته بقاله قد إيه، فبيقول لها تشينج إن هو أخذ المهارة بتاعته بقاله 3 شهور فاتوا. الكلام ده بينزل على الاتنين زي الصاعقة، فمفيش حد يقدر إن هو يرفع من قوته بالشكل الساحق ده في المدة القصيرة دي. المهم بتبدأ كين إن هي تشرح لتشينج عن حاجة مهمة جدا في البلد بتاعتهم، في مكان مهم جدا اسمه المستيقظين النفسيين، ودي منظمة بتاخد الناس أصحاب المهارات النفسية، واللي على عكس المهارات العقدية التانية، المهارات النفسية مش بتظهر غير في 1% من عدد السكان اللي موجودين في المدينة. علشان كده هم يعتبروا قوة عظيمة جدا وبيحاولوا إن هم يحافظوا عليها بأي شكل. علشان كده بتروح كين تديله الجوهرة بتاعتها، وبتطلب منه يروح الجمعية هناك ويقدم علشان يديله الدعم اللي هو محتاجه بحيث يرفع من قوته. فبيشكرها تشينج على مساعدتهم الكبيرة دي. بيجي ساعتها جين وبيقول له إن هو منسوش ومجهز له مكافأة مميزة، فبسبب إن هو احتل المركز الأول في المعسكر التدريبي هيديله 5 ملايين عملة علشان يصرفهم زي ما هو عاوز. جين بتقول له أنا عارفة إن المبلغ ده قليل بس غصب عننا، فالمعسكر التدريبي حاطط ميزانية معفنة على الآخر، وده لأن كل الموجودين هنا بيحشوا جامد، وده بيأثر على الميزانية بتاعتهم. بعدها بتبدأ كين تتكلم مع تشينج عن مستقبله، فمحارب بقوته مستحيل إن هو يتطور في الأماكن الآمنة، وعلى الأغلب هيجي اليوم إن هو يخرج لمحاربة الوحوش الحقيقية علشان يرفع من قوته. فلما يجي اليوم ده لازم يجي المنطقة الشرقية بتاعتهم علشان يرفعوا من نموه. جين بيقول له ما تخافش، أنا عارف إن الموارد بتاعتنا مش أحسن حاجة، بس بوعدك إن في ميزة مهمة أكيد هتعجبك، فالمكان بتاعنا فيه أجمل نسوان في المدينة، وأكيد هتلاقي واحدة تروق عليك الكلام بعد ما تخلص التدريب بتاعك. طبعا كين لما بتسمع الكلام ده ما بتسيبوش وبتديله على قد نيته. بعدها بتقول لتشينج ان هي قررت ان هي تخليه الممثل بتاعهم في تدريب المواهب الاقليمي في المدينه، فعلى حسب كلامها الحدث ده بيحصل مره في السنه، واللي بتتنافس فيه الاقاليم كلها علشان يختاروا اقوى المحاربين اللي هيمثلوا القاره بتاعتهم. والسنه دي اللي هيختبر الاختبار مش شخص عادي، وانما الجنرال العظيم الجنرال جارو. لما بيسمع تشينج الكلام ده بيقرر ان هو يبذل اقصى جهده علشان يدخل المسابقه، فعلى الرغم ان هو قوي دلوقتي ويعتبر مميز، لكن ده مش كافي علشان
علشان يقدر ينقذ البشرية. علشان كده هو هيستغل كل الفرص المتاحة علشان يرفع من قوته ويكون المحارب الأقوى، المحارب اللي هيقدر ينقذ البشرية من الدمار والسقوط اللي هيواجهها في المستقبل. وبس دي نهاية حكاية تشينج، أو على الأقل دي آخر الحلقات اللي نزلت ليها. فلو عجبك الفيديو حط لايك واشترك في القناة، عاوزين نوصل ل50,000 قبل نهاية السنة. وما تنساش تقول لي رأيك في الحكاية علشان لو عجبتكم نستمر إن شاء الله، وأشوفكم على خير بإذن الله.